القادر الخليجي، كوفاوندر بلاستيك، شركة بلاستيك، وهي شركة مجتمعية هدفها هو منع البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، وده بنعمله من خلال أنشطة مختلفة. أول حاجة هو نشر الوعي طبعا على المشكلة دي، مشكلة التلوث البلاستيكي أو مشكلة مخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام، وده بيحصل من خلال حاجات كتير زي ورش العمل زي ما هيحصل النهارده في مهرجان جرينش، زي حملات تنظيف الشواطئ وفعاليات بيئية مختلفة. تاني حاجة هو نقدر نقول نشر المحتوى العربي على المشكلة دي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واخيرا او بالتوازي مع ده برضو تطوير المنتجات البيئيه البديله للبلاستيك وحيد الاستخدام زي ما شايفين ورانا كده. يسري، انا فاسيليتيتور في بلاستيك بقالي تقريبا 3 شهور. بلاستيك مقرنا الاساسي في اسكندريه، وبندي ورش او بنشتغل كميسرين، يعني انا كآية ان احنا بندي ورش توعيه للناس ازاي ان البلاستيك مضر بالبيئه ومضر بصحتنا، ايه البدائل اللي ممكن نستخدمها عن البلاستيك عشان خاطر تبقى حياتنا افضل. بنعمل برضو بيتش كلين ابس في اسكندريه وفي البحر الاحمر في اكتر من مكان. في نفس الوقت احنا يعني كبلاستيك بنحاول نوعي الناس اللي قاعده على الشاطئ ان هم ممكن ياخدوا مخلفاتهم معاهم. البلاستيك ايه اللي بيحصل له، او يعني ايه مخاطره في البيئه، ان هو مش بيتحلل، بيتكسر لمايكرو بلاستيك وبيأذي الحيوانات البحريه قد ما هو بيأذينا بعد كده في الاخر.